تبعوا معايا بيضة واحدة راح نخدموا حلوة اقتصادية وسهلة لقهوة العشية. تبعوا معايا الفيديو وبإذن الله راح تعجبكم. نبدأ على بركة الله. هنا عندي 125 جرام زبدة وبيضة واحدة، وعندي هذا كاس صغير تاع السكر جلاسي، وعندي ربع كاس نتاع التاي زيت. نخلطهم كل مع بعضاهم. دوكا تشوفوا تبعوا معايا خطوة بخطوة. هنا اللي نمس فيها لقيتها الزبدة شوية كي عاد فشتها شوية جامدة، ما حبيتش تطرى مليح. دركا نخدموها مع بعض. درت لها رشة ملح ونصف ملعقة نتاع فانيليا وزوج مغارف صغار نتاع النشا او طحين الذرة، زوج صغار او وحدة كبيرة ملعقة اكل. نخلطوهم مع بعض. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفة سهلة واقتصادية لقهوة العشية. وعلى طلب واحدة من متتبعاتي قالت لي اخدمي لنا حاجة اقتصادية وسهلة لقهوة العشية، ما لا حبيت نلبي لها الرغبة نتاعها وليكم جميعا. ان شاء الله تنال اعجابكم. كيما راكم تشوفوا هنا راني نخلط الجميع اللي حطيتهم، سكر وزيت وحبة بيض. هنا نحط الفرينة بشوية. حطيت الكاس الاول والكاس الثاني. كيما راكم تشوفوا الكاس حجمه صغير، يعني نتوما كيلو على حسب واش عندكم. هنا عندي خميرة الحلوى ربع ملعقة. نخلطهم مع بعض مع الزبدة وكل. اما الكاس الثالث هذا نحط الفرينة بشوي، نحطوش على ضربة واحدة. كما قلت لكم سهلة واقتصادية لقهوة العشية، وبنة نتاعها ما شاء الله خرافي. نبقاو نلمو كيما راكم تشوفوا هنا، ما نعجنوش، نبقاو غير نلمو الفرينة. هي عجينة صابلي، وطريقة يعني تشبه حلوة الرشراش او حلوة الكرفاج، تشبه لها بصح بشكل مختلف. هنا عندي هذا المول العجيب الطويل يعني اقتصادي، ليه تخدميه. اذا كنتوا عائلة كبيرة زودي المقادير، ديري الدوبل يعني تزودي الاثنين، وديريه في مول شوية اكبر. مع ان هذا المول يعني ما شاء الله درنا حبات يعني فيهم خير وبركة. نطرحوها مليح في المول، نسوي العجينة مليح. هنا بعد ما سويناه عدلناه مليح المول. انا عندي هذو يعني نطبع بهم. اذا حبيتي بغطاء نتاع قرعامه ولا كيما درت انا هذا على شكل باش يعطيني الشكل وردات على الجناب. لكم الاختيار اللي عندكم، الجود بالموجود. حتى بغطاء نتاع القرعه تاع الماء ما فيش مشكل. نديروا بهذو الدوائر كيما راكم تشوفوا. راني قاعده ندير شويه بالفارينه باش ما يلصقليش في العجين. ودركا نعمروهم بالمعجون. انا عندي معجون مشماش، وانتم ديروا بالمعجون اللي عندكم والذوق اللي تحبوه. حبيتوا ديرها بالشوكولاته ما فيش مشكل، يعطيها طعم مميز. ومن بعد كنت انا مسخنه الفرن على 180 درجه، نخلوها حتى نطيب 20 حتى ل 30 دقيقه ما فيش مشكل. انا عندي المول جديد هذا يعني يطول باش تتحمر فيه الصابلي او الصينيه. هذه صابلي الصينيه بشكل مختلف سهل وبسيط للقهوه العشيه لعائلتك. هنا بعد ما طابت
شوفوا كيفاش ما شاء الله عطانا التحميره مليحه. راح ندير لها رشه نتاع سكر كلاص او سكر رطب. تحبوا تعمروها اكثر ما فيش مشكله، انا ما نحبش الحاجه الحلوه بزاف، درت غير رشه خفيفه باش يعطي من الشكل فقط. ومن بعد نقطعوها كما راكم تشوفوا هنا، سهله التقطيع. وهذه الخطوه ديريها بعد ما تخليه يبرد مليح الكاطو تاعك او الحلوى نتاعك. شوفوا هنا ما شاء الله طيبه ولا اروع وهشيشه وتاكليها تذوب في الفم. هنا حبيت نزيد نعمر لها شويه معجون هكا باش تعطينا شكل احسن. وكما شفتوا ما شاء الله عطاتنا 16 حبه. تاكلوها بالصحه والهنا. ان شاء الله يكون اعجابكم الفيديو، وما تنساوش باللايك وبالاشتراك اذا كنتوا جدد، وتعليق جيد. مع السلامه، الفيديو الجاي باذن الله.